الأخبار الموجزة ليوم الأربعاء. يقول المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية المولوي ذبيح الله مجاهد ردا على ادعاء أحد ضباط المخابرات باسم حسن عباس إن الإمارة الإسلامية تتمتع بالاستقلال في النصر والمحافظة على التاريخ القيم. بدأ الدكتور الأفغاني عبد الغفار غيور القادم من تركيا عملية جراحية مجانية لمرضى الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق في مستشفى مهمن الدولي في قندهار. تم الانتهاء من بناء الطرق الثانوية في منطقة بختياران. صرحت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني إنه في غصون يومين تمت إحالة 45 طفلا مصابا بأمراض القلب إلى 3 مستشفيات للقلب في العاصمة كابول لإجراء العمليات الجراحية والعلاج. أحالت هذه الجمعية 2024 طفلا يعانون من أمراض القلب إلى المستشفيات في 9 أشهر. قام وزير الإعلام والثقافة الملا خير الله خيرخوا بزيارة مناطق السياحية في سد قرغة ووعد بتقديم التسهيلات للسياح.